صباح الخير. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فادج كيك بأسهل طريقة وبمكونات بسيطة. المكونات مش هتاخد معاكي وقت خالص. وصوص الشوكولاتة بقى التحفة ده. يلا بقول لكم بقى على المقادير. مقادير سهلة وشايفين بقى الهشاشة وكان طعمه تحفة جدا. وكله ده انتوا ببيضة واحدة بس، يعني انتوا مش هتصدقوا ان هي بيضة واحدة. تعالى اقول لكم بقى على المقادير. انا جبت كوبايه الا ربع من السكر، بيكنج باودر، بيكنج صودا، نص معلقه صغيره من بيكنج باودر، نص معلقه صغيره من بيكنج صودا، وبيضه وفانيليا، وكوبايه دقيق، وتلت كوبايه من الكاكاو الخام او المحلى، واربع معالق زيت، او ممكن تسيح لو عاوزه زبده او سمنه سيحيهم. و هنبتدي ننزل بقى بالسكر والزيت والبيضة والفانيليا. دي كوباية تلت كوباية زبادي، بتخليها طرية كده نعم القوام هيتقل معاكي بس بيخليها طرية كده وطعمها تحفة. او لو حب او كمان ممكن تبدليه برايب، يعني هو اصلا يعني الزبادي هو يعتبر رايب بس بيكون الرايب اخف شوية. هنزل ببيضة واحدة والفانيليا بقى. هنضرب المكونات دي مع بعض. المكونات الجافة هنخليها على جنب. نخلص الضرب في المكونات السايلة، وبعد كده نحط المكونات الجافة. السكر لو خشن معاكي اضربيه بمضرب كهرباء، اما هنستخدم في الوصفة كلها المضرب اليدوي. نزلت بالفانيليا، بحب اكتر الفانيليا انا عشان ما بحبش ريحة زفرة في البيض خالص، بتاعة البيض. فبيضة واحدة بحط لها ظرفين فانيليا، لو كان اكتر من بيضة كمان بكتر الفانيليا. بيكنج باودر، بيكنج صودا، هتخلي ارتفاع كيكة حلو خالص وهش معاكي. نزلت بالكاكاو بعد ما ضربت بقى المكونات السائلة. انا السكر كان خشن معايا فضربته بالمضرب. انتي بقى شوفي، لو سكر ناعم اضربيه بالمضرب اليدوي عادي، اما لو سكر خشن اضربيه بمضرب كهرباء. هنقلب القوام كده لحد ما نلاقي كله داب مع بعض. هنزل بقى بالدقيق شويه بشويه. احنا استخدمنا كوبايه واحده بس، هي الكوبايه اللي انتوا شايفينها دي، بس هننزل حبه بحبه. لما هيتقل معاكي في الاخر هقولك بقى هنعمل ايه. خليكي بس تسمعي معايا الوصفه للاخر عشان تشوفي كل حاجه يعني معاكي على الطبيعه. نبتدي اقلب كده ونزل الدقيق من على طرف البوله، وهنزل بحبه بحبه. طبعا ورشه الملح اوعوا تنسوها، اهم حاجه بحطها على الدقيق. لما يتقل معاكي بقى القوام هنجيب نص كوبايه ميه سخنه على معلقه من النسكافيه، اللي هو قهوه سريعه الذوبان. النسكافيه مش النسكافيه اللي احنا بنشربه، لا هو بنشربه، بس النسكافيه الحب ده اللي هو قهوه سريعه الذوبان، ده اللي هيخفف معاكي القوام. المضرب اتكسر من كتر ما كنت بضرب في القوام وكده. نزلت بمعلقة على نص كوباية مية سخنة، هيخف بقى معاكي القوام، هيظبط معاكي كيكة، هتبقى زي كيكة اللي هي الكيكة العادية خالص، لحد ما يوصل للقوام مظبوط. يعني ممكن ما تستخدميش كمان نص كوباية دي كلها. بمشي بالراحة عشان
يظبط الكيك، يظبط المقدار معايا، والمقدار السائل ده ما يطلعش بره. طبعا بصي البولة الصينية اللي انت عاوزاها مدورة، عاوزاها مستطيلة، عاوزاها اللي انت حباه يعني. انا هجيب صينية مدورة، دهنتها زيت وحطيت في القعر بتاعها كاكاو. ما حبيتش احط دقيق عشان الدقيق هيخليها بيضة من تحت، وانا مش عاوزة كده. الكاكاو بيكون افضل. بعد ما وصلت للقوام بقى وضربتها كويس، جبت الصينية زي ما انتوا شايفين، هبتدي انزل بالمقدار. الفرن بتكون سخنة، بتاخد معاكي في الفرن نص ساعة، ساعة الا تلت بالكتير، تلاقيها استوت معاكي. بصوا اللي ممكن تاكلوها على كده، او في كذا اختيار يعني. ممكن تسيحوا شوكولاتة على البخار. انا عملت كده، سيحت شوكولاتة على بخار المية، وحطيت معاها شوية لبن صغيرين وحبة زيت، عشان الزيت بيخليها بتلمع كده شوية. هي بعد ما طلعت من الفرن، انتوا حابين تاكلوها كده بقى مع الشاي، مع اي حاجة ماشي. زي ما قلت لكم، هي تسيحوا شوكولاتة على بخار مية، او هي بس سيحتها على بخار مية، او تجيبوا نيتيلا تحطوها، او تعملوا صوص الشوكولاته الاقتصادي. هبقى اعمله معاكم في يوم. هو بيكون عباره عن كوبايه زيت وكوبايه لبن وكوبايه كاكاو وسكر وفانيليا، وتحطيه معاكي. عاوزه تحطيه تعملي بقى هعمل معاكم في مره ان شاء الله، هعملها معاكم النيوتيلا البيتي الاقتصادي. بتبقى شبه يعني، مش شبه، هي النيوتيلا الاصلي اللي بتتباع في محلات، وبتبقى بأرخص سعر. بقى عايزة تعمل اي تشكيل، عاوزة تعمل اي، عاوزة تخليها كده. انا زي ما قلت لكم سيحت دي يعني، انا جبت لكم الحاجة البسيطة خالص، ان انتوا تسيحوا الشوكولاتة على البخار وشوية زيت وشوية، حطيت شوكولاتة شيبس كده على الوش، دي اختياري بقى بس. وشايفين مقادير سهلة خالص. يا رب يكون الفيديو عجبكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس اللي يوصلكم ان شاء الله كل جديد، واشتركوا في القناة بقى وفرحوني. انا عاوزة اشتراكات كتير، اشتركوا بقى معايا ووصلوني 1000 مشترك. يا رب الفيديو يعجبكم. وشايفين هوريكم كمان الطراوة بتاعت الكيكة، هشة وطرية خالص. وعاوزة بقى اشتركوا في القناة، توصلوني 1000 مشترك ان شاء الله. الفيديوهات بتاعتي تكون بتعجبكم وتنال رضاكم، وحابة بقى تشتركوا في القناة بتاعتي وتدوسوا لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.